السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه النهاردة. فيديو جديد وروتين جديد، يوم الشقة بقى. طبعا انا بوريكم الأوضة ديت، وبشكر كل الناس اللي اشتركت عندي في القناة، وشكرا لكم جدا جدا. ما تنسوش بقى قبل ما نخلص الأوضة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل وتحطوا لي اللايك. طبعا انا وضبت الاوضه ديت وحشت كل الحاجات دي، ودي رمله انا شايلاها عشان عايزينها بقى نشطب بيها اي حاجه في الشقه هنا. وبعد كده خلصت اهو، هبتدي بقى اقفل الاوضه وادخل على الاوضه التانية. بشكر كل الناس اللي اشتركت في القناه، وعايزه الناس تشترك في القناه اكتر، وما ما تستخسروش فيا اشتراك في القناه واللايك بعد المجهود اللي هعمله ده كله. ما تدخلوش بقى من المنظر ده. دخلت على الاوضه التانية، بدأت طبعا دي التراب ده كله هلمه والزبالة دي كلها. بوريكم الأوضة طبعا قبل ما اعملها وكده، قبل ما اعمل اي حاجة فيها. دعوة حلوة كده لربنا يدينا الصحة ويدي الناس كلها الصحة يا رب، وربنا يكرمنا ويكرمكم ويسعد قلبكم ويسعد قلبنا ان شاء الله، ويرزقكم بالسكينة وراحة البال ان شاء الله. وكده طبعا انا وريتكم الأوضة، هبتدي بقى اللي انا بقى انضف فيها واكنسها وكده، ارجع اكنسها وارجع لكم تاني. كنست طبعا الحتة دي كده، وبدأت بقى اللي انا هجيب الطوب هنا، اعمل زي قاعدة كده. وكنست كمان الحتة دي، ركنت ده كله على جنب كده عشان ألمه مرة واحدة. وجبت القوالب كلها وعملت قاعدة كده بحيث اللي احنا نقعد عليها. لميت كل حاجة، وريكي طبعا السلم، وكنست السلم وكنست كل حاجة. جبت الطبق دوت وحطيت في كرول ومسحوق وخلطة كده، وبدأت طبعا اللي انا اعمل رغاوي كده عشان طبعا انضف مكان التراب والحاجات دي كلها ادعكها. وجبت الخرطوم، ارجع لكم تاني احط الخرطوم. حطيت طبعا الخرطوم، وبدأت اللي انا املى في الطبق مية من المية. وعملت كل الحاجات ديت. طبعا آه، رشيت مية في كل مكان، وجبت المكنسة، وبدأت اللي انا ادعك اي حاجة في الارض كده متوسخة جامد. مكان الطيور طبعا كان مكان طيور وتراب وكل الحاجات دي. خلصت ورشيت كل الدنيا كده ودعكتها عشان خاطر التراب طبعا كان جامد. ودخلت على الأوضة التانية برضه عملت نفس الحكاية. متستخسروش فيا بقى بعد تعب يوم بحاله. وكمان هتشوفوا المفاجأة اخر الفيديو. عملت ايه تاني؟ عملت عجينة البيتزا قبل ما اطلع. وبعد ما نزلت بقى وخلصت كل الكلام ده كله، نزلت بقى كملت البيتزا وكده. هتشوفوها في اخر الفيديو. استنوا بقى المفاجأة اخر الفيديو وقولوا لي ايه رأيكم بقى في البيتزا. بعرف اعمل بيتزا ولا لا؟ بس كده خلصت بقى ونضفت وبدأت ونضفت بره. خلصت كل حاجة. تعالوا بقى اوريكم
البيتزا قبل السوا وبعد ما استوت. ودمتم في امان الله، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد، وشجعوني عشان اكمل وانزل لكم فيديوهات اكتر. السلام عليكم ورحمة الله.